المسؤول الحكومي أكد أن المضي قدما في الملفات الاستراتيجية مع إسرائيل من المستحيل أن يتم دون جدول زمني ملزم وواضح للانسحاب الإسرائيلي الكامل إلى ما وراء خطوط ما قبل 8 من كانون الأول، مشددا في الوقت ذاته على أن أي تقدم سياسي يجب أن يقترح بخطوات عملية واضحة على الأرض. بالموازاة قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك إن نتائج اجتماع باريس تعكس رغبة قوية ومتبادلة في الانتقال من حالة الإنكار إلى تعاون حقيقي وازدهار مشترك. وأوضح براك أن الجانبين السوري والإسرائيلي ملتزمان بعلاقات جديدة قائمة على الشفافية والشراكة، مشيرا إلى أن سوريا أوضحت بشكل لا لبس فيه أنها لا تضمر أي نيات عدائية تجاه إسرائيل. وفي السياق ذاته صدر بيان ثلاثي أمريكي سوري إسرائيلي عقب الاجتماع أكد أن المباحثات كانت مثمرة وتركزت على احترام سيادة سوريا ووحدتها واستقرارها وضمان أمن إسرائيل وتهيئة الظروف لتحقيق الازدهار للبلدين، كما أعلن عن إنشاء آلية تنسيق مشتركة عبر خلية اتصالات مخصصة لتبادل المعلومات الاستخباراتية وخفض التصعيد العسكري وتعزيز الانخراط الدبلوماسي، إضافة إلى بحث فرص التعاون التجاري وذلك تحت إشراف الولايات المتحدة. السفارة الأمريكية في دمشق رحبت بهذه الخطوات عبر حسابها على منصة إكس، مؤكدة التزام واشنطن بدعم تنفيذ التفاهمات باعتبارها جزءا من جهود أوسع لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط. وكان مصدر حكومي قد كشف في وقت سابق عن مشاركة وفد سوري برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ورئيس إدارة المخابرات العامة حسين السلامة في جولة المفاوضات الجارية مع الجانب الإسرائيلي في باريس، وذلك بتنسيق ووساطة من الولايات المتحدة. وبين المصدر التزام سوريا الثابت باستعادة الحقوق الوطنية غير القابلة للتفاوض، مشددا على أن هذا المسار التفاوضي لا يعني التنازل عن أي من الثوابت الوطنية، وأوضح أن المباحثات تتركز بشكل أساسي على إعادة تفعيل اتفاقيات فض الاشتباك الموقعة في عام 1974 بما يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما قبل خطوط 8 من كانون الأول عام 2024. أكد رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن أن أي محاولات لإضعاف سوريا أو تقسيمها أو انتهاك سيادتها محكوم عليها بالفشل. وأوضح قالن أن سوريا تمثل ملفا بالغ الأهمية في التوازنات الاستراتيجية للشرق الأوسط، وتحريرها بتاريخ 8 من كانون الأول لعام 2024 كان نقطة تحول نحو مستقبل مستقر غير قابل للعودة. وأضاف أن سوريا الحرة ذات السيادة قادرة على تحقيق السلم الداخلي وترسيخ الاستقرار في المنطقة. ومعنا من عمان السيد عبد الله زيزان المحلل السياسي. مرحبا بك معنا سيد عبد الله. كيف نفهم يعني هذه جولة المفاوضات الأخيرة التي جرت في باريس وما أعلن والنتائج التي وصلت إليها؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. بكل تأكيد هذه الجولة الخامسة التي كانت ما بين الإدارة السورية وبين الكيان الصهيوني وصفت بالإيجابية من كل الأطراف، سواء كان من الطرف السوري أو كان من الطرف الإسرائيلي، بالإضافة إلى الوسطاء سواء كان في باريس أو الولايات المتحدة الأمريكية. هذه المفاوضات كان لها أهمية كبيرة جدا، يعني حضرها ممثلون كبار من الإدارة الأمريكية على رأسهم جاريد كوشنر صهر الرئيس ترامب، وهو شخصية لا تأتي إلا إذا كان هناك يعني متوقع أن يكون هناك تقدم كبير للمفاوضات. هو يمثل العقل المدبر فعليا للرئيس ترامب، وبالتالي حضوره كان في هذا الاجتماع بالإضافة إلى ستيف ويتكوف وتوماس براك. بكل تأكيد هذا يعطي جدية وإشارة لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي تريد أن نمضي قدما في هذه المفاوضات ولجم إسرائيل وإعادتها إلى حدود ما قبل 8 من ديسمبر 2024. إذا يعني بشكل عام الصفة العامة التي خرجت بها هذه المفاوضات هي الإيجابية، ومتوقع خلال الفترة القليلة القادمة أن تكون هناك خطوات أخرى ولقاءات أخرى بمستويات مختلفة للحديث عن بعض التفاصيل التي لا بد منها
الإدارة السورية تصر على أن يكون هناك جدول زمني لانسحاب الكيان الصهيوني، والكيان الصهيوني لديه مطالب أخرى. العامل المشترك الآن في هذه الاجتماعات هي الرغبة الحقيقية للوصول إلى اتفاق ضمن ضغوط أمريكية واضحة على نتنياهو. هذا الاجتماع جاء بعد لقاء نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الاثنين قبل الماضي، وحينها كان هناك ضغط واضح من قبل الإدارة الأمريكية لإجبار نتنياهو على هذا الاجتماع. هذا الاجتماع أيضا جاء ضمن وفد إسرائيلي جديد مختلف عن الوفود السابقة. يعني هناك تسريبات لبعض أسماء الذين شاركوا في هذه المفاوضات، على رأسهم مستشار نتنياهو العسكري رومان هوفمان، بالإضافة إلى مستشار الأمن القومي بالإنابة لنتنياهو أيضا جيل رايش. هذا يشير إلى أن أيضا هناك تغيير في وفد التفاوض الإسرائيلي، لأن يبدو أن الوفد الماضي وصل إلى طريق مسدود، وأنه لم يستطع أن يصل إلى حلول حقيقية أو إلى منطقة وسطى ما بين الكيان الصهيوني وبين الإدارة السورية الجديدة. لذلك بالمجمل العام نقول أن هذه المفاوضات كانت إيجابية وناجحة جدا، وأعتقد أن الأيام القليلة القادمة ستشهد اجتماعات أخرى لتطوير وتحويل هذه النقاط الإيجابية إلى نقاط فعلية قابلة للتطبيق على أرض الواقع. السيد عبد الله زيزان المحلل السياسي، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.